مساء الفل شباب أولى ثانوي. في الفيديو ده هنعمل سمري أو ملخص ليسون 8، وده بيتكلم على الفيرتيكال موشن، يعني لما الأوبجكت يقع من فوق لتحت أو يترمي من تحت لفوق. وده تو بارتس. البارت الأولاني هنتكلم على الفري فول لما الأوبجكت يقع من فوق لتحت في 4 نقط محددة. تعال نعرف إيه هم ال4 نقط دول. دلوقتي لو رحنا فوق برج إيفل مثلا ورمينا الكرة دي في الاتجاه ده، طالما رميناها فري فول، هل الأوبجكت قبل ما نرميه كان ليه فيلوسيتي؟ لأ. فنقدر نقول إن ال VI بتاعته equal 0. ال VI اللي هي ال initial velocity، ودي أول حاجة. تاني حاجة، لما الكرة دي هنسيبها، هل ال velocity بتاعتها هتفضل بزيرو؟ أكيد لأ، هتفضل تزيد. يبقى تاني حاجة ال velocity increases. لقينا إن بعد 1 second ال velocity بتاعت الكرة دي بقت ب 10، بعد 2 seconds ال velocity بتاعت الكرة دي بقت 20. طيب قبل ما تلمس الأرض، آخر أو أعلى velocity وصلت لها كانت كام قبل ما تلمس الأرض وتقف؟ كانت 20. فلو ال VI ب 10، ال VF هتبقى ب 20. يبقى احنا كده حددنا أول حاجتين، إن ال VI بزيرو وال velocity increases. الحاجة التالتة بقى ودي الأهم، دلوقتي هي كل ثانية سرعتها بتزيد كام؟ 10. فنقدر نقول إن ال acceleration equals 10. طيب فرقت ايه بقى الدرس ده عن الدرس اللي قبله؟ حرف واحد بس، هو الاكسلريشن. بمعنى ايه؟ هو مين اللي كان بيزود السرعة دي؟ هل احنا رمينا الكرة ولا هي وقعت عشان الإرث شدتها؟ عشان الإرث شدتها. عشان كده ما بسميهاش acceleration، انا بغير اسمها وبسميها gravity acceleration. ودي تالت حاجة انت محتاج تعرفها. يبقى طالما الأوبجكت هو نازل للإرث الفلوسيتي بتاعته بتزيد، يبقى عنده acceleration أو gravity acceleration، ودي ب 10 أو 9.8. وهنعرف بالتفصيل الترم التاني اتحسبت ازاي، بس مؤقتا كده خلينا نقول إن G equals 10. يبقى تالت حاجة إن الجرافيتي بتبقى positive value يا إما 10 أو 9.8. رابع حاجة وآخر حاجة، لو جينا رسمنا جراف بين الفيلوسيتي وبين التايم، شكله هيبقى عامل ازاي؟ احنا متفقين ان الاوبجكت وهو نازل الفلوسيتي بتاعته ايه؟ increases. فبناء عليه الفلوسيتي هيبقى الجراف بتاعها بالشكل ده. ودول الاربع حاجات اللي عند الاوبجكت لما يحصل له free falling: ال VI بزيرو والفلوسيتي increases والجرافيتي بالبوزيتيف، والجراف بين الفلوسيتي والتايم بيبقى بالشكل ده. تعال نشوف بقى الحالة التانية لو هيترمي لفوق upward. في الموفينج upward بقى هنبتدي من تحت، ان احنا هنرمي الكرة من تحت لفوق. طيب الكرة دي الفيلوسيتي بتاعتها لو بزيرو فهتفضل ثابتة زي ما هي، بس عشان احنا عايزين نجبرها انها تطلع لفوق فالفيلوسيتي مش هتبقى بزيرو، فليها فاليو. فخلينا نقول ان ال VI equals 20 مثلا، فاحنا رمينا الكرة دي بفيلوسيتي 20. يبقى أول حاجة عرفناها ان ال VI مش بزيرو. السؤال بقى دلوقتي وهي طالعة الفيلوسيتي بتاعتها increases ولا decreases؟ الفيلوسيتي بتاعتها decreases لأن الجرافيتي بتشدها لتحت، فنقدر نقول إن ال velocity decreases. تمام. طيب لقينا بقى إن بعد 1 second ال velocity بتاعت الكرة دي قلت بقت 10، بعد 2 seconds ووصلت للماكسيمم هايت وال velocity بتاعتها بقت بزيرو. يبقى كده نستنتج لو ال VI ب 20 ال VF بكام؟ بزيرو. يبقى نقدر نقول إن ال final velocity equal زيرو طالما الأوبجكت وصل للماكسيمم هايت وهو مترمي من تحت لفوق. يبقى ال VF equals 0 بس بشرط لما يوصل للماكسيمم هايت. الحاجة التالتة واحنا طالعين، مش الفلوسيتي كانت بتقل؟ مظبوط. فكانت الجرافيتي بتقل كل ثانية كام؟ 10. فبقول ان الجرافيتي equals negative 10. ودي تالت حاجة، ان G equals negative يا اما 10 او 9.8 لان الفلوسيتي واحنا طالعين بتقل زي ما اتفقنا. آخر حاجة بقى، لو عملنا جراف بين الفيلوسيتي والتايم هيبقى شكله عامل ازاي؟ احنا متفقين ان الفيلوسيتي ايه؟ decreases. فبناء عليه الجراف هيكون بالشكل ده لان الفيلوسيتي بتقل مع مرور التايم. وفي الصفحة دي بقى الملخص كله، ان الفري فول ال VI بزيرو لكن هناك ال VF بزيرو، وهنا الجرافيتي بوزيتيف وهنا الجرافيتي نيجاتيف. هنا الفيلوسيتي increases وهنا الفيلوسيتي decreases، وهنا ال VF أكبر من ال VI لكن هنا ال VF أصغر من ال VI. والجراف ستريت لاين طالع من الاوريجين بوينت، لكن هنا ستريت لاين انترسكت مع الواي اكسس والاكس اكسس زي ما انت شايف. تعال بقى ناخد اكزامبل عشان نتأكد من الكلام ده كله مرة واحدة. كل اللي اتغير في الايكويشنز اوف موشن ان بدل ما كانت اسمها اكسلريشن غيرت اسمها بقت ايه؟ جرافيتي بس.
وكل حاجة زي ما هي. تعال نحل كده. بيقول لي an object folds freely. مهم قوي بقى ان انت تفسر الكلام ده. folds freely يعني الاوبجكت اهو وهينزل freely. يبقى احنا كده استنتجنا حاجتين، ان ال VI بزيرو والجرافيتي positive value، وهو مديني الجرافيتي ب 9.8. يبقى كده احنا مدينا كام حاجة؟ حاجتين. هو عايز its velocity، يبقى هو طالب مني ال VF. تمام. بعد قد ايه؟ 2 seconds later. يبقى هو مديني التايم ب 2. يبقى كده هو مديني 3 حاجات، اللي هما ال VI والجرافيتي والتايم. واحنا عارفين طالما عندي ال VI والجرافيتي والتايم فانا اقدر اجيب ال VF وكمان الديستانس. بس هو طالب ال VF. خلينا نجيب الاتنين. لو احنا عندنا تايم وعايز ال VF بنستخدم مين؟ الفيرست اللي هي دي. فنقدر نقول ان ال VF equals VI plus GT. نعوض بالداتا. ال VI بزيرو plus 9.8 times التايم اللي هو 2، فتطلع 19.6 متر per second. فاحنا كده جبنا الانسر وتأكدنا انها نمبر C. وهنا هتلاقي قنوات التواصل بتاعتنا لو احتجت اي حاجة. واشوفك على خير الفيديو الجاي في سمر جديد. سلام.